احذروا مين اجى. مين دي يكون؟ يعني هيفا وهبي. انا اجيت عشان اصور فيديو من شنات تيك توك، لانه في كثير من شنات اجتنا على الحساب. بحب اصراركم، وانه كثير حبيتوا هاي السلسله، وانه كثير بتعملوا لي منشنات عشان اعمل كثير فيديوهات. فطول ما في منشنات، طول ما في فيديوهات، اوكي اني انا بستمتع كثير بفيديوهات الفلوجات والفيديوهات اللي بصورها برا، بس برضه كثير بحب هاي القناه. بالمناسبه انا بصور هذا الفيديو حاليا، لما ينزل مش راح اكون في الاردن، يعني راح اكون في ماليزيا. فبتروحوا على قناتي الثانيه اللي بنزل عليها فلوجات تشوفوا فيديوهاتي في ماليزيا، لانه الوضع كثير نار. تلاقوا الرابط باول تعليق. شوفوا الفيديوهات لانها كثير حلوه. المهم كالعاده قبل ما نفوت على الفيديو اعمل لايك، يعني اذا انك حابب. اذا مش حابب يا اخي اعمل لايك يا أخي. خلص اتعود انه اول ما تشوف فيديو لي اسلخ لايك عشان انا اخش وانا مبسوط بالفيديو. والآن مع الراقصة التي تسببت في نص توبة شباب مصر، الراقصة زكية بيبي. التصميم ذبحني. جد جد محمد رمضان ايش مال عرضه هبل؟ ليه بخبص وبجيب لحاله الكلام، وليه بجيب لحاله المسبه، وليه بجيب العيد كثير؟ ليه ما بيعيشش كانسان عادي؟ بتحسوه بدور على اثاره الجدل. ادوار وين في اثاره جدل؟ هي هناك، يلا نروح. يكون انسان طبيعي. ليه شاب عاقل راشد عامل لي فيها جعفر العمده والاسطوره تخش الاقيه لابس اواعي ستاتي؟ ليش؟ وليش لابسها ذهبيه يعني؟ ليه بحسك بتتحول لفرعون شوي شوي؟ روق عارف، نعرف انه انت زلمه ناجح ومعك مصاري وعندك فراري وعندك طياره عادي. في كثير ناس. عندك ايلون ماسك بيشتريك وبيشتري، احتمال يشتري الاهرامات. وما عمروش شفناه لابس اواعي ستاتي. فروق انت مش اغنى واحد على وجه البسيطه، انت انسان غني بس. شكرا. في غيرك كثير، في كثير ناس معها مصاري اكثر منك. فنهدى بس تصير الاغنى عك زي ما بدي. مش متخيل انه واحد المفروض يكون عنده كثير كرامه كثير، بالاخر نلاقيه في المنظر هذا. شو استفدت من مصاريك؟ ولا اي شيء، بس انه قلبت حالك مسخره وما ضلش حدا متمسخرش عليك. انا نمبر 1 في التخلف. انت ما نمبر 1 في التخلف، وفي انك تثير الجدل وتعمل اشياء متخلفه. ساهر منذر استحى يلبسها، ولا لبسها. الأغاني حلال، أرجوكم ما حد يسألني في الأغاني. 100 فيديو شرحت لماذا حلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت عائشة لحفل الزواج قالت يا رسول الله عندنا حفل بني الأنصار، قال خذي معك له، يعني الدف، اضرب الدف، خذي معك اللهو الدف، فإن الأنصار يحبون اللهو. الدف، اللهو هنا الدف، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذت عائشة الدف وذهبت وتضرب الدف في العرس. واحد يقول يا رسول يا شيخ وسيم اسمح لي بليز. بسمح لك تفضل. يا دكتور وسيم كان أيام الدف يعني فقط، فالموسيقى حرام إلا الدف. يا حبيبي لو كان عندهم جيتار لاستخدموا الجيتار، أدوات الموسيقى عندهم أنذاك الدف فاستخدموا الدف. فلا تلف وتدور على الناس. على كيف امك الدين، ما هو على كيف امك الدين. الاغاني حلال. على اي اساس حلال يعني؟ اوكي في احاديث بتحرمها، اوكي ما ذكرت في القرآن انها محرمة، بس ليش حلال؟ هل هي مؤذية؟ نعم مؤذية، لانها بتغير المشاعر، ممكن تخليك تحزن، تنبسط، مؤذية. هل هي ممكن يكون فيها كلام كفري او كلام حرام او اي كلام اخر؟ مليانة. على اي اساس حلال يا زلمه؟ انت مين اصلا؟ مين عينك تحكي لنا؟ ما حدش طايقك، انت ما حد بحبك. تخيل يعني، ما حدش بحبك وطالع تعطينا معلومه فما حدش حياخذ فيها بالمره. تركت كل المعاصي اللي بتصير في العالم وجيت تدق في هالموضوع. يا اخي روح ادعي لشيء ثاني، روح ادعي للربا، روح ادعي للخمر. على اساس بتحللها يعني؟ وين دليلك انه اخذت الدف؟ طب شو جاب الدف للتيريريريري؟ شو جاب يعني؟ هذا اشي مشان الله تشوهوش دي السمعة، مشان الله يا زلمة تحللوش اشياء مش ناقصينك. الوضع كل ماله قاعد بصير ازبل، فمعاك حيصير ازبل بكثير، فمش ناقصة معك. روح كمل اشعار الحب اللي كنت تحكيهم في البرامج وحل عنها. أنا داخل جهنم، أنا داخلة إن شاء الله الجنة والفردوس، لأنه ربي يحبني وما يحبك. أنا بروح الجنة وأنت بتروح النار. سباحي جنة أنت سباحي نار. يا حسرة على العباد. مفكرين الجنة في طيبة القلب، انه انا والله كويس وبحب الناس وبحب اصحابي فحفوت الجنة. لا، الجنة بالفروض، بالصلاة، بأركان الإسلام، بأركان الإيمان، بالالتزام بالواجبات اللي حكى لنا إياها ربنا، بالابتعاد عن المعاصي، بأنه ما أطلع بشعري قدام زلام، بأنه ما
هيك الجنة مش بطيبة القلب، مش انه انا كويس مع الناس خلص حفوت الجنة. اوكي ان شاء الله بتفوت اذا كان بقلبك لا اله الا الله، بس في عندك حق بدك تاخده، في عندك حساب، في عندك نار، في عندك اشياء مساوئ انت معاصي سويتها في الدنيا بدك تتحاسب عليها، الا اذا استغفرت وتبت لربنا توبة نصوحة. طبعا التوبة النصوحة مش انه بس استغفر الله بس هيك تمثيل، لا لازم تكون توبة نصوحة، ما في رجعة للذنب، فيها ندم شديد، بس انك تقعد تقرر اذا انت على الجنة ولا على النار. على اساس في الركعة اللي صليت صلاة وخلاص بدك تاخذ مقابلها الجنة، تفوت الجنة برحمة ربنا. بس صار الموضوع مسخر يعني، حتى هاي الاشياء قاعدين نتمسخر فيها. يما ايش هذا؟ كيف هذا فيليه يعني؟ هذا بيجي مسحب ما فيش فيه، كيف تتحرك هيك يا زلمه؟ انا كتفي وجعني وانا بتطلع بس بحضر بالفيديو تتوجعي، دخيل الله الفيديو شو مؤذي يعني. كيف تحركت معكم؟ اللي انا شفته كثير غريب يعني، مستحيل هذا يكون انسان، هذا معدل واحد اي هذا شات جي بي تي. كيف تحرك هيك يعني؟ هذا اخري يعني، حتى ظهري بعرفش احكه. على غسابة عيون العراق وعلى العراق. هذول من جماعة على الأغلب المباراة اللي فيها صارت بين العراق وفلسطين. والله أنا شفت فتنة من وراء هاي المباراة ما شفتهاش بني، مش عارف شو أقول لكم يا أخوان. والله طلع مباراة عملت فتنة بيننا خلتنا نتف ونبزق على بعض، فتخيلوا لو صار توحدنا في حرب، والله نصير نطقطق على بعض قبل ما نطقطق عليهم. فازوا عليك في مباراة يا زلمة، ليه مضغوط يا زلمة؟ وإنه لما بدي ياخذوا الكأس دي يعطوك نصه يعني، والله بلدنا فازت في الكأس. طيب شو حيتطور في حياتك؟ ولا شيء، حتضلك زي ما انت عبارة عن ضفدع عايش في الدار. ليه بتهين دولة كاملة مقابل مباراة يا زلمة؟ انتوا بتعرفوش تلعبوا، هم شو ذنبهم يعني؟ انتوا خسرتوا لانكم مستواكم زبالة، هم شو ذنبهم؟ ولا شيء، بيفوزوا لانه بيعرفوا يلعبوا. فاهم علي كيف؟ فروح نام. يا الله شو خبصوا، يا الله شو صار تخبيص من وراء هاي المباراة. دعم منتجات اسرائيل، سبسبة وغلط، صاروا يدعوا عليهم، يتمنوا لهم، ينزلوا فيديوهاتهم هم بينقصفوا وبينضربوا ويتمسخروا عليهم، كله عشان مباراة، عشان جولين اجوا في الدقيقة 60. ليش يا اخوان احنا اخوة، المفروض نتوحد، بنروح نتفرج على مباراة وبتقول لي ليش ما بننتصر؟ ابصر ما بنعرف. انتوا بتعرفوا؟ انا بالنسبة لي ما بعرف. وجبة ماينكرافت من ماك، الباكجينج الصراحة خطير. بعرف خطير. شوف عاملين البطاط لك اياه كيف. شكل ماينكرافت. واو على ثيم ماينكرافت. طيب وفي شو برجر الممتع في الموضوع؟ وفي لعبة، بخلي اللعبة آخر شيء. بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. والله ماك خطير يا أخي، وايد عيبني شكل البطاط، وايد حلو. راح اشتري انا عشان طلبتها بيميل الكرتون، بعد. او يا الكرتون معاها بتاعته لعبة. حلو راح اشتريها. خليها آخر شيء. ومنزلين نكهة ماك فلوري جديدة، في كذا نكهة مع بعض. الحين هنا حق الهدايا، بنفتح هاي أول. شو اسم هالشخصية؟ خروف وردي. والله زي الهبيله بنطنط فيه. شوفوا أنا ما أعرف وايد في ماينكرافت، بس أتوقع هذا اسمه كريبر. اكتبوا لي في الكومنتس إذا صح ولا لا. خلص يعني هيك انت اقنعت الجمهور انه يشتروا منه يعني، مش عارف والله. المفروض نصير نحط له في الاكياس جثث هيك، صندوق فيه ناس عشان يفهم انه الموضوع مش اعلان. والله لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي قلت لك بدكش تقاطعوا بينك وبين نفسك، بس تروح تعمل لهم اعلان. والله اوفر بتعارض كل المسلمين يعني بمقابل اعلان. مش فاهم شو التخلف اللي وصلنا له. خلص الموضوع فيه ليرتين ثلاث بنقاطش، مستعدين نروح نحارب مع اسرائيل اصلا، طخ معهم وعاد، ما في مصاري في الموضوع. والله بالغنى عنكم، الناس اللي زي هيك بالغنى عنهم، اذا النصر دي يجي منهم ينضلوا نايمين في الدار احسن. اوكي يا جماعه لحد هون اتوقع انه بكفي. كالعاده اذا عجبكم الفيديو مش غلط تعملوا لايك عشان مش راح تدفعوا عليه مصاري، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.